السلام عليكم. طبعا ناس كتير بتسألني اشتغل في كتاب ايه؟ هل اشتغل في كتاب المعاصر ولا الاضواء الجيم؟ لو انت محتار تشتغل في كتاب ايه؟ الاضواء ولا المعاصر؟ انا معايا الكتابين همت، هقول لك ايه الفرق ما بينهم وايه افضل كتاب ممكن تشتغل منه. اشرح لك في المرحله الابتدائيه لو ابنك في ابتدائي او لو عايز تشتغل ابتدائي، وجايب نسخه من المرحله برضو ايه؟ الاعداديه. نسخه. اولا بشكر مندوب كتاب الاضواء ومندوب كتاب المعاصر على توصيل النسخه المجانيه التجريبيه للمدرسين. فده اول حاجه. اشرح الفرق ما بينهم في المرحله الابتدائيه. جايب اولى ابتدائي اهو، اولى ابتدائي المعاصر، وده اولى ابتدائي الاضواء الجيم. من حيث الشكل كده الديزاين فده كويس وده كويس. ده الاضواء اهو اهو، والمعاصر اهو. ده سنه اولى ابتدائي من حيث الشكل الخارجي. اول حاجه لاحظتها هنا ان المعاصر الفرق بقى اهو. المعاصر عامل كراسه واجب كده اهو، عامل اهو، جاي معاه الكتاب، جاي معاه كتاب صغير. ده الفرق، ده اول فرق. طيب نيجي بقى للفرق من الداخل. الفرق من الداخل سنه اولى، وبعد كده هشرح المرحله الاعداديه. الجيم لو فتحت كده اهو، الوحده الاولى اللي هي هو ام اي، جايب لك الكلمات بشكل رسومات اهيت، هلو، جود باي، شيك هاندز، بالطريقه دي. وبرضه لو جيت تبص على المعاصر، خلينا بس عشان نبقى ماشيين مع بعض. بصوا يا جماعه اهو، يبقى نفس الشرح بالظبط زيه، مفيش اختلاف كبير ما بين ده وده. احنا اول اختلاف قلنا ان في هنا كراسه. هنا لو جيت تبص على الوحده الاولى هنا، الكاميرا جايباها، وهنا نفس الشرح اهو، والورق تقريبا زي الورق، جوده الورق، حتى المحادثه هنا اهي نفسها بالظبط. المحادثه اهي تمام. طيب في الاضواء عامل لك برضو في نهايه كل وحده في ريفيو، في مراجعه بكل الوردز موجوده، وده برضو موجود في المعاصر اهو. وفي النهايه برضو بيعمل لك تيست صغير كده بيقيس مستوى اللي انت فهمته اهو، تيست يور سيلف اهو. ودي الوحده الاولى كده ايه، خلصت الوحده الاولى في الاضواء، وعامل لك في نهايه الوحده تيست جميل اهو. المعاصر نفس القصه. انا بشرح شرح عملي من جوه الكتاب يا جماعه اهو، برضو عامل برضو ريفيو على كل الوحده كلها، وعامل لك برضو في نهايه الوحده تيست، اختبار جميل اهو، وبعد كده الوحده الثانيه. يبقى كده وجهه نظري مفيش فرق كبير في المرحله الابتدائيه، مفيش فرق كبير في الاثنين شبه بعض بالظبط تمام. ده المعاصر والاضواء، اللي بنشكر طبعا المندوبين اللي وصلوا النسخه لحد البيت هنا. نيجي للمرحله الاعداديه. هشرح كتاب اولى اعدادي المعاصر اهو، اولى اعدادي الاضواء او الجيم. لو جيت تبص هنا جاي مع الكتاب المعاصر جاي معاه كتابين تانيين. واحد كراسه نهائيه، المراجعه النهائيه وحل امتحانات واختبارات، وهنا عامل لك كراسه واجب منزلي. يبقى هنا المعاصر جاي معاه اهو 3 كتب اهو. طيب الاضواء كتاب الشرح الكبير، وعامل لك برضه امتحانات واختبارات، كتاب كبير فيه امتحانات واختبارات، ونفس القصه. يبقى هم هنا كده ايه، زي بعض لحد دلوقتي. بس ده ايه، خاص بالازهر شويه. اللي في الازهريين هنا مركز لك على امتحانات تكون ازهريه. الكتاب نفسه كتاب الشرح بقى، كتاب الشرح. نيجي هنا للاضواء جيم.
الاضواء هنا عامل لك الاول منظم الكلمات في الاضواء، الكي ووردز او الكي فوكابولري، الكلمات المفتاحيه، وعامل لك الكلمات الاضافيه، وعامل الفيربس لوحدها، الافعال لوحدها، والسينونيم والانتونيم لوحدها، ومنظمها بالتنظيمه دي اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده ليسن 1 و 2 هنا بس فرق الاضواء من المعاصر اللي هتشوفه دلوقتي في المعاصر ان التدريبات اكتر. هنا الجيم التدريبات هنا عامل لك هنا ايه؟ اكسرسايز على الفوكابولري، على الكلمات اهو، وعلى الجرامر، وشرح الجرامر لوحدها هنا اهو. في تدريبات كتيره، كميه تدريبات كتيره اهو اهو. وفي اخر كل درسين في تيست، في اختبار تقدر تقيس نفسك بيه، تمام اهو. وفي نهايه كل وحده برضو عامل لك اختبار امتحان. نيجي بقى للايه؟ للمعاصر. المعاصر برضو نفس القصه، عامل الكي فوكابولري، الكلمات المفتاحيه وكلمات اضافيه، ومقسم لك برضو نفس التقسيمه كده، الديفينيشن والفيربس والسينونيم والانتونيم برضو لوحدها. الاسئله في المعاصر اقل شويه، ركز هنا، الاسئله في المعاصر اقل شويه، تمام. وعامل برضو نفس الاختبار على ليسن 1 و 2، عامل اختبار. فبرضو مفيش فرق كبير يا جماعه، يعني من الاخر مفيش فرق كبير ما بين المعاصر والاضواء اهم كده بين اهمت، والمرحله الابتدائيه اهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.